قضية مروة أبو غشيش هذه آخر المستجدات ومبالغ مالية لمن يتعاون مع السلطات، وإليكم بعض التفاصيل. مروة أبو غشيش التي اختفت في ظروف غامضة بعد آخر امتحان لها بتاريخ الخميس 22 مايو الجاري، حيث خصصت عائلتها وعدة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي مبالغ مالية معتبرة لمن يدل على مكانها. وقد شهدت ولاية قسنطينية حالة استنفار قصوى للعثور على الطفلة قبل حصول مكروه لها، حيث طوقت مصالح الأمن كل منافذ حي الزيادية في عملية تمشيط وتفتيش للمنازل المشبوهة. كما أعلنت عائلتها عن منح مبلغ مالي يقدر ب10 مليون سنتم لمن يوافيهم بمعلومات مؤكدة عن مكان تواجدها. وفي ذات السياق عرض صناع المحتوى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم هدايا ومبالغ مغرية لمن يتعاون مع السلطات من أجل تسريع عملية إنقاذ الطفلة التي يجزم أهلها ومقربون منها إنها تعرضت للخطف. وما زال اسم مروة أبو غشيش يتصدر الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ مساء الخميس 22 مايو على إثر الاختفاء الغامض لها بعد آخر امتحان اجتازته يوم الخميس الماضي، ليظهر والدها كي يستجدي جميع المواطنين عبر ولايات الوطن ومساعدته في العثور عليها. وقد ظهر والد الطفلة البالغة من العمر 12 عاما في مقطع مصور نشرته صفحات ولاية قسنطينية محل إقامة العائلة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو يتحدث عن فلذة كبده التي تدرس في قسم الثانية متوسط، لافتا إلى أنها اجتازت آخر امتحان لها بطريقة عادية ثم انقطعت كل أخبارها. وأضاف إن والدتها في حالة يرسى لها راجيا المساعدة في العثور عليها والاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني في حال رؤيتها أو الشك في أي فتاة إنها هي، أو الاشتباه بشخص متورط في قضية اختفائها. وتحدثت عشرات الصفحات عن اختفاء مروة من حي الزيادية بولاية قسنطينية بعد انتهائها من آخر امتحان، حيث غادرت متوسط 11 ديسمبر الواقعة بحي الزيادية في حدود 9:30 صباحا مع صديقتها حسبما ما بينته كاميرات المراقبة. وقالت عمة الفتاة إن ابنة أخيها كانت ترتدي في ذلك اليوم سروال جينز باغي وقميصا مخططا بالأسود، وقد صارت رفقة صديقتها حتى مفترق الطرق ليفترقان بعد ذلك على أمل اللقاء في حدود 1 ظهرا، لكن بقدوم التلميذتين لمنزل مروة في الوقت المحدد تبين أنها لم ترجع مطلقا وتبدأ على الفور رحلة البحث عنها. وقال والد مروة الأستاذ في اللغة الإنجليزية في تصريحاته لوسائل الإعلام إن نتائج ابنته في الدراسة ممتازة وتعيش في المنزل حياة طبيعية وليس لديها أي مشاكل تدفعها للهروب من المنزل، موضحا أنه محتار إن كان الأمر اختطافا أو اختفاء بمحض إرادتها.